يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا، ومعاكم ندى الحديدي. ولأول مرة تشوفيني أتمنى منك تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس، وأوعي تنسي اللايك الحلو بإيديك الحلوين. هنعمل النهاردة مكرونة بالبشاميل، والحشو بتاعها خرافة يا جماعة. هنعمل الحشو هيرمي معاكي كمية حلوة جدا، وهتعملي بيها صواني كبيرة مش صواني صغيرة، بنص كيلو من اللحمة المفرومة. فتعالوا نشوف هنعمل الخلط دي ازاي. أنا عندي هنا 3 بصلات كبار، وكمان عليهم فلفلتين، ومعايا فلفل حامي. عندي هنا بتنجان مقطعاه مكعبات، ورش عليه شويه ملح وشويه دقيق ومحمراه، ونص كيلو من اللحمه المفرومه. وعندي كمان طماطم 2 بس، يعني حبتين من الطماطم. بعد كده هنجيب الصينيه بتاعتنا الجميله، وهننزل فيها ب4 معالق كبار من الزيت. وبعد كده تنزلي بالبصل بتاعنا. احنا قلنا البصل 3 من البصل تكون حلوين كده كبار، وفلفلتين رومي، وفلفل واحد بس حامي، فلفلايه واحده بس حاميه. لو انت مش عايزه فلفل حامي ست الكل، استبدليها بفلفل اللي هو الرومي العادي. بعد كده هنسيبهم لغايه لما يتبالوا خالص. وعلى فكره عشان ما انساش اقول لكم ان احنا كنا فرمين مع البصل والفلفل فص ثوم واحد بس، بيدي ريحه مش اكتر. تمام. بعد كده اول لما تدبل البصلايه بتاعتنا، مش هديها لون خالص، انا بس هدبلها. هننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا. تمام كده، تمام زي الفل. طبعا البصل الكتير ده هيديها ريحه وهيديها تسكيره حلوه جدا. بعد كده البهارات بتاعتنا بسيطة جدا. عندي هنا ملح، وعندي نص معلقة من السكر كبيرة، وعندي بهارات لحمة، وعندي حبهان مطحون، وعندي شطة وفلفل أسمر. كمية البهارات يا ست الكل حسب الكمية اللي انتي بتستعمليها، يعني ما اقدرش اقولك معلقة كبيرة ولا معلقة صغيرة، انتي زي ما بتحبي كمية البهارات بتاعتك قد ايه. بعد كده هدي الحاجات الحلوه دي كلها تقليبه بسيطه خالص، وما اقلبش كتير عشان الميه بتاعت اللحمه ما تنزلش منها. وبعد كده اول لما تغير لونها زي ما انتم شايفين، هحط عليها معلقه كبيره من الصلصه البيوريه جاهزه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وبعد كده هنزل عليها كمان بالطماطم اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره. تمام كده، تمام. وبعد كده هديها تقليبه حلوه زي ما انتم شايفين كده. في ناس بتكتفي ان هي ده التخصيق خلاص، ادام شربت ميتها وزي الفل يبقى كده خلاص. بس انا بقى من نوع لا، انا بحب احط نص كوبايه من الميه كبيره، واسيبها تشكشك مع نفسها شويه. يعني اعلي النار عادي مفيش اي مشكله، مش هوطيها ولا اي حاجه، بس هحط الميه واسيبها تشكشك مع نفسها شويه، بحس كده ان اللحمه استوت اكتر، او بطمن يعني. يعني في ناس عادي مفيش اي مشكله بيعصبوها كده وخلاص وزي الفل، وهي كده تمام فعلا مفيش اي مشكله. بس انا ما بستريحش لما احط نص كوبايه من الميه واسيبها على النار شويه. اول ما تشرب الميه بتاعتها ولونها بقى خطير زي ما انتم شايفين، هنزل بالبتنجان بتاعنا. البتنجان ده قد ايه؟ انا على نص كيلو من اللحمه انا حاطه نص كيلو من البتنجان. تمام. طبعا زي ما قلت لكم رشيت عليه شويه ملح ورشيت عليه شويه دقيق وحمرته زي الفل. هقلبه مع بعضه. بص الكميه بقت كيلو بدل نص كيلو من اللحمه. طبعا انا شلت حبه في الفريزر هستعمله مع اي حاجه تانية، والحبه الباقيين هستعملهم مع المكرونه. هعملك بشاميل بقى مفيش اسهل منه. هتجيبي كيلو من اللبن، بس تشيلوا منه كوبايه على جنب. هتحطي زيت وهتحطي ملح وهتحطي فلفل اسمر تقريبا نص معلقه صغيره، ولو بتحبيش الفلفل يبقى ظاهر استعملي فلفل ابيض. تمام كده، تمام. بعد كده في الكوبايه اللبن اللي احنا سايبينها على الجنب هنحط عليها 6 معالق كبار من الدقيق، وهقلبهم كويس وادوبهم، وهنزل بيهم على اللبن. لو انتي اللبن بتاعك مش مكفي زودي شوربه، زودي ميه، مفيش اي مشكله. وبدل الزيت ممكن تنزلي بزبده او سمنه بلدي براحتك خالص برضو، بس احنا عاملاها خفيفه شويه عشان خاطر الكوليسترول عندنا عالي. تمام. وهتحطيها على النار وتفضلي تقلبي لغايه لما تاخد التقل اللي قدامكم ده، ولا هتكلكع معاكم ولا هيحصل اي حاجه، وبيطلع طعمها كريمي وحلو جدا جدا جدا. جربوها ومش هتندموا. بصوا زي الفل، مقدارها مظبوط جدا. بعد كده هنحط المكرونه بتاعتنا احنا سالينها 3/4 سوا. وبعد كده هنزل بكميه اللحمه المفرومه. انا مش بحب احط المكرونه واقلبها في البشاميل، انا بحب زي ما انتم شايفين كده بالظبط المكرونه، وبعد كده اللحمه، وبعد كده هنزل بطبقه المكرونه الاخيره. وبعد كده هنزل عليها بالبشاميل وتوزعيها كويس على المكرونه من فوق زي ما انتم شايفين كده. حلو زي الفل. جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، ميكس جبن براحتك خالص. مش هتستعملي جبن مفيش اي مشكله، برضو هتحطيها وهتاخد الوش الجميل بتاعها وكل حاجه مفيش اي مشكله. بس انا بحب جبنه الشيدر شويه، فانا بستعمل جبنه الشيدر. بعد خلاص ما حطينا كميه الجبنه فوق الوش زي ما انتم شايفين، هاخد الحلوه دي بقى واحطها في الفرن، وكل حاجه مستويه. يعني هنشغل الفرن من فوق من تحت لغايه ما تاخد اللون الحلو، ونرجع لكم على طول. انا من انصار ان انا بحب ادي وش المكرونه يخليها محرمشه شويه.
يعني الجبنه لما بتحطيها تحت النار وتسيبيها شويه بتقرمش كده وانت بتاكليها، فانا بحب كده جدا. فتعالوا بقى نقطعها مع بعض ونطلع المكرونه بتاعتنا الجميله. وانا برضو باكلها لازم تكون سخنه، اول ما تطلع من الفرن كده ابتدي اطلع الخرطه بتاعتي الجميله واكلها. طبعا مش هتبقى خرطه لازم تستني عليها شويه عشان تطلع لك خرطه ماسكه نفسها. بس انا بقى بس احبها زي ما انتم شايفين كده كلها دايبه في بعضها كده، واللي فوق فوق تحت واللي تحت فوق، بتبقى خطيره يا جماعه. بصوا يا جماعة منظرها كان تحفة، والطعم كان حكاية. البتنجان كان طعمه حلو جدا جدا مع اللحمة المفرومة، مع الكريمة مع المكرونة. بصوا كان ميكس حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات ايه. طبعا هم محبي البتنجان، يعني كل واحده بتحب البتنجان واتفرجت عليا النهارده لازم تعمل لي اشتراك يا جماعه وتقول لي اسمها في كومنت ايه، عشان خاطر ارحب بيها المره الجايه ان شاء الله، واشكرها على القناه. وشكرا جدا جدا لمتابعتكم الكريمه، ويا رب تكون وصفه عجبتكم ونالت رضاكم وتكون خفيفه على قلبكم. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي، في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.